شعبي العزيز، فما حققته بلادنا لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو نتيجة رؤية بعيدة المدى وصواب الاختيار التنمية الكبرى والأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي الذي ينعم به المغرب. واستنادا على هذا الأساس المتين حرصنا على تعزيز مقومات الصعود الاقتصادي والاجتماعي طبقا للنموذج التنموي الجديد، وبناء اقتصاد تنافسي أكثر تنوعا وانفتاحا، وذلك في إطار الماكرو اقتصادي سليم ومستقر. ورغم توالي سنوات الجفاف وتفاقم الأزمات الدولية، حافظ الاقتصاد الوطني على نسبة نمو هامة ومنظمة خلال السنوات الأخيرة. كم يشهد المغرب نهضة صناعية غير مسبوقة، حيث ارتفعت الصادرات الصناعية منذ 2014 إلى الآن بأكثر من الضعف، لا سيما تلك المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب. وبفضل التوجهات الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب، تعد اليوم قطاعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية رافعة أساسية لاقتصادنا الصاعد، سواء من حيث الاستثمارات أو خلق فرص الشغل. ويتميز المغرب الصاعد بتعدد وتنوع شركائه، باعتباره أيضا أرضا للاستثمار وشريكا مسؤولا وموثوقا، حيث يرتبط الاقتصاد الوطني بما يناهز 3 ملايير مستهلك عبر العالم بفضل اتفاقيات التبادل الحر. كما يتوفر المغرب اليوم على بنيات تحتية حديثة ومتينة وبمواصفات عالمية. وتعزيزا لهذه البنيات أطلقنا مؤخرا أشغال تمديد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وكذا مجموعة من المشاريع الضخمة في مجال الأمن المائي والغذائي والسيادة الطاقية لبلادنا.